الفراخ المشوية في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وتتبيلة سهلة جدا. عاوزاكي تسجلي التتبيلة دي بقى وتعمليها وان شاء الله هتعجبك جدا، مناسبة جدا لأي حاجة هتشويها. والمكونات سهلة جدا. أول حاجة عندي معلقة كبيرة من الكاتشب، ومعايا نص كوباية من اللبن الرايب، ولو معنديش لبن رايب هنجيب نص كوباية من الحليب عادي ونحط عليها معلقة كبيرة خل وعصير ليمونة كبيرة. وعندي كمان معلقة كبيرة باربيكيو، معلقة كبيرة صويا صوص، ومعلقة كبيرة كمان دبس رمان. وعندي عصير بصلاية متوسطة، وعندي كمان عصير نص ليمونة. والتوابل عندي معلقة صغيرة توم باودر، ومعلقة صغيرة بصل باودر، وكمان عندي بابريكا نص برضو معلقة، وفلفل اسود وملح وزعتر او اوريجانو. وعندي كمان خلطة التوابل بتاعة المشاوي من ماجي، واخدة معلقة كبيرة، بتدي طعم حلو جدا. هنبدأ بقى نخلط كل حاجة بقى فوق بعضها هنا بقى في البولة، ونقلب بقى كل ده مع بعض. والفراخ عندي انا غسلتها كويس جدا وصفيتها من المية، ويفضل ان احنا نعمل لها محلول نقع من بالليل، بيبقى حلو جدا. بتبقى مية وملح وسكر والمنكهات اللي احنا عاوزينها. حطيت كمان على التتبيلة بتاعتي معلقة من الصلصة، معلقة صغيرة، عشان تخلي اللون بتاع التتبيلة أحمر وجميل جدا. وكمان معلقة كبيرة من الزيت. هنقلب بقى كل ده وبعد كده نحط بقى الفراخ بتاعتنا، ويفضل نسيبها في التتبيلة دي ليلة كاملة بقى، أو أقل حاجة ساعتين تلاتة كده، عشان تدي طعم حلو جدا. الفراخ عندي كمان أنا عملت لها فتحات في جوانب، وكمان مقطعاها على 8 قطع، عشان كمان تبقى مستوية حلو جدا وتبقى حلوة جدا في الشوي، ان شاء الله هتعجبك قوي. بعد كده بقى لو عندي شبكة بقى بشوي عليها، او الشبكة حتى بتاعة الفرن، بحطها، وبحط كمان الصاج بتاع الفرن، وارص بقى الفراخ عليها واحطها في الفرن، وتدخل على درجة حرارة عالية. الرف اللي في النص تمام، بتاخد حوالي ساعة وبتخرج بتبقى جميلة جدا. اما بقية التتبيلة فانا بدهن بيها الفراخ من وقت للتاني وهي في الفرن، وكمان ارضية الصينية بتاعتنا او الصاج بحط فيها مية والمنكهات زي ما احب بقى، ورق لورا وحبهان وقرنفل، اي حاجة بتدي ريحة حلوة جدا، وبتدخل الفرن بقى بتخرج بتبقى جميلة جدا. قدمي معاها بقى زي ما تحبي طحينة وسلطة واللي انتي حباه، جميلة جدا وان شاء الله هتعجبك. ويا ريت بقى لو الفيديو عجبك ما تنسنيش في اللايك والاشتراك في قناتي على اليوتيوب وصفة هدير سعد. شكرا جدا ليكم ولمتابعتكم ليا، ويا ريت بقى تجربيها وتقولي رأيك فيها فعلا لأنها تستحق التجربة. سجليها ومش هتندمي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.